السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا اطلالات المشاهير في هذا رمضان ديال هذا العام. رمضان ماشي غير شهر ديال العباده والتجمعات العائليه، هو فرصه باش نشوفوا حتى الاناقه الفنانين والمشاهير بجلابه والقفطان والملابس التقليديه. بعض الاطلالات تكون راقيه وبسيطه، وبعض الاخر كان ملفت للأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوفوا مع بعضياتنا أجمل إطلالات النجوم هذا رمضان. أول إطلالة هي مع صفاء حبيركو، اللي اختارت واحد جلابة باللون الأزرق مع تفاصيل وردية خفيفة، والإطلالة كانت أنيقة وبسيطة مناسبة لأجواء رمضان. كان هناك أيضا إطلالة ابتسام تسكت اللي ظهرت بواحد واحد جلابة اللي هي أنيقة وهي باللون البني، وأيضا جلابة عصرية وأنيقة. كاينه إطلالة ندى الحداوي اللي اختارت واحد القفطان باللون الأحمر مع تطريز تقليدي. كانت إطلالة قوية تعكس واحد الطابع مغربي أصيل. كاينه ابتسام بطمة وهي ظهرات بواحد الإطلالة باللون الأخضر الداكن، وواحد الطرزة فخمة أعطت واحد اللمسة أنيقة للقفطان. كاينه كريمة غيت اللي اختارت واحد جلابة بسيطة باللون الأبيض، وهي جات إطلالة مناسبة لأجواء رمضانية. كاينه فاتي جمالي ظهرت بواحد اللون أزرق، إطلالة عصرية وأنيقة. كاينه مريم باكوش، إطلالة أنيقة جدا باللون الأحمر، واحد جلباب أحمر بنقوش تقليدية، إطلالة مختلفة وجريئة. كاينه إطلالة الممثلة جيهان الكداري، اللي كانت إطلالة بسيطة أيضا لكنها أنيقة. ليلى الحديوي منسوش اللي هي دائما تظهر بواحد الأناقة، ظهرت بواحد قفطان أسود أنيق جدا. دعاء اليحيوي أيضا ظهرت باللون الأسود. وهناك إطلالات أخرى كيف ما غتشوفوا معنا في هذا الفيديو. منسوش دنيا باطمة اللي اختارت تظهر بالمخور الإماراتي في أحدث الإطلالات ديالها، وكانت أيضا المعروفة شادية أرسلان اللي استعرضت هي إطلالتها بالبلدي. كاينه ميس دعاء اللي ظهرت أنها تختتم قراءة القرآن الكريم في ليلة القدر. وكاين ليلى الحديوي هي طلات على المتابعين ديالها بالحجاب وهي تتقرأ القرآن وفي لحظات من الخشوع والسكينة. كاينه إطلالة سعيدة شرف بواحد العباءة، وهي تتخطف الأنظار في هذه الليالي رمضان. دعاء اليحيوي من غير الإطلالة ديالها كانت ظهرات بواحد سجادة صلاة ومصحف أيضا وتدعو الله.
هذه كانت بعض اطلالات المشاهير في رمضان هذا العام. دابا بغيت نعرف الراي ديالكم، شكون الفنانه اللي عجبتكم الاطلاله ديالها اكثر، وواش كتفضلوا القفطان التقليدي ولا الاطلالات العصريه؟ كتبوا لي في الكومنتير ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش توصلوا بالفيديوهات جداد.